مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعوا فيه الفيديو. زي ما تعودنا كل يوم بننزل قراءة عاطفية جديدة. فيديو النهاردة هو رسائل استرسال من الشخص اللي في بالك، الحاجات اللي جوه عقله الباطن. عايزين نقعده على كرسي الاعتراف وعايزين نعرف ايه اللي جوه دماغه، ايه اللي بيفكر فيه، ايه الكلام اللي هو مخبيه عنك وهو مش قادر ان هو يقوله لك. هناخد رسائل منه ونعرف تفاصيل كتير كتير من الحاجات اللي هو مخبيها في تفكيره او مخبيها جوه قلبه ومش عايز ان هو يعبر عنها. هنخليه تحت التنويم المغناطيسي النهارده وهنعرف منه الرسائل والحاجات اللي احنا عايزين نعرفها من غير ما يحس بينا ومن غير ما نعرفه ان احنا عارفين عنه اي حاجه. عندنا مجموعتين زي ما متعودين، عندي المجموعه الاولى بالحجر ده وعندي المجموعه الثانيه بالحجر ده، الناس اللي بتحب تختار بطاقه الاحجار. حروف المجموعه الاولى: زين ط ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض. زين ط ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض. أول حرف أو تاني حرف أو الحرف الأخير من اسم الحبيب الأصلي. حروف المجموعة التانية: ج ص م ل ق و ه ع ل أ غ س ح ز خ. ج ص م ل ق و ه ع ل أ غ س ح ز خ. هنبدأ القراءة مع المجموعة الأولى على طول. طبعا قراءة أي فيديو على القناة طاقة زمنية مفتوحة، تقدروا تسمعوا الفيديو في أي توقيت انتوا حابينه على القناة من يوم ما عملناها. طبعا هنا الفيديو بيبقى للجنسين، وهنا قراءة عامة بتاخد منها اللي يناسبك، مش لازم كل الكلام يناسبك لأن دي قراءة عامة فبتاخد اللي يناسبك، واللي مش بيناسبك بيناسب غيرك. خلينا نبدأ هنا في الأول بكشف الطاقات. طب شايفه في طاقه الشخص اللي في بالك ان هو تعبان، شايفه شخص هنا مهموم، شايفه شخص هنا حزين، شايفاه مش مبسوط. ليه مش مبسوط؟ لانه شايف ان هو بيحبك قوي وان انت توأم روحه وان انت نصه التاني. بس المشكله هنا ان هو عندي بزياده، ان هو هنا ما بيحبش يعترف بضعفه او يعترف ان هو بيحب حد بطريقه قويه. بيحس ان هو هنا ده هيقلل من شأنه، ده هيقلل من اوضاعه، فبيحس ان هو لازم يبين ان هو متماسك، ان هو مسيطر، ان هو تمام، ان مفيش حاجه ممكن تألمه، مفيش حاجه ممكن توجعه. الشخص ده عنده مسؤوليات في حياته، عنده ضغوطات في حياته، عنده مشاكل في حياته كمان بعيدا عنك انت. عنده بقى مشاكل مع الاسره، عنده مشاكل بسبب طرف تاني، عنده مشاكل مع الناس المحيطه بيه بسبب تصرفاتهم معاه. لان الشخص ده من النوع اللي دماغه ناشفه، من النوع اللي هو ما بيعترفش بغلطه، من النوع اللي هو شايف ان طول الوقت هو اللي صح، طول الوقت ان هو ما بيعملش حاجه تأذي حد، شايف ان هو هنا طول الوقت عايز يطلع نفسه ان هو محور الكون، ان هو هنا اللي بيعمل كل حاجه وبيعمل كل حاجه صح وفي النطاق الصحيح. فعشان كده طول الوقت عنده صراع ما بين قلبه وما بين عقله، عنده صراع ما بين تصرفاته وما بين افعاله. فشايف ان هنا ان هو بيحبك قوي، شايف ان هو متعلق بيك قوي، شايف ان هو عنده انجذاب ليك شديد، شايف ان هو هنا مهتم بيك، شايف ان انت فارق معاه، شايف ان ممكن يكون في طرف ثالث متدخل ما بينك وما بينه في العلاقه ده، في العلاقه دي، فده اللي بيفسد العلاقه او بيخلي ان العلاقه هنا مش مستقره او بيخلي العلاقه هنا مش تمام. الشخص ده بيحاول ان هو يسيطر على مشاعره، بيحاول يسيطر على نفسه بس مش قادر. شايفه ان هو بيفكر فيك بطريقه قويه جدا، بطريقه فيها جنون، حتى رغم يعني مشاكله، رغم الحاجات السلبيه اللي بيمر بيها، بس بيحس ان هو بيفكر فيك، بيحس ان هو منجذب اليك، بيحس ان هو هنا مش قادر يخليك تطلع من باله او من دماغه. الشخص ده كمان شايفاه ان هو رابط سعادته كلها بيك، بيحس ان انت الطاقه الايجابيه في حياته، ان انت الشخص المميز في حياته، ان انت الشخص المهم في حياته، انت الشخص اللي هو بيتمناه وبيتمنى ان هو يكمل معاه. بيشوف ان هنا وجودك بيديله كده دعم ايجابي، بيديله طاقه حلوه، بيخليه ان هو مبسوط. شايف ان عنده امنيات وعنده احلام نفسه يحققها، بس الاحلام دي كلها واقفه في مكانها، الاحلام دي كلها متعطله، مفيش اي حاجه هنا بتتطور، مفيش اي حاجه هنا بتتعمل، كل حاجه هنا واقفه في مكانها، كل حاجه عايزه منه وقت،
وقت، عايزه مجهود، عايزه منه صبر، لدرجه ان هو ما بقاش عارف هو عايز ايه. حاسس ان هو متعلق في العلاقه اللي ما بينه وما بينك تعلق شديد جدا. حاسس ان هو كل ما بيمشي بيحس ان هو عايز يرجع تاني، بيحس ان هو مقيد في العلاقه دي. فطاقه الشخص ده مش افضل حاجه، لان بيبص لكل حاجه في حياته، شايف ان كل حياته صعبه، كل حياته هنا مش متوفقه. شايف ان لولا تدخل اطراف في حياته كانت حياته دي ممكن كانت للافضل. بيحس كمان ان امنياته هنا محتاجه منه مجهود، محتاجه منه دعم، محتاجه منه ان هو يصبر كتير قوي عشان يحققها. فبيحس ان الموضوع ده صعب قوي، الموضوع ده عامل له صراع ما بينه وما بين نفسه. عشان كده طول الوقت بيحس ان هو هنا عنده صراع، طول الوقت حاسس ان هو محدش فاهمه، محدش متقرب منه. شايف دايما نفسه ما بيغلطش، شايف نفسه دايما ان هو هنا صح. فعشان دي المشكله اللي ما بينه وما بين الدنيا كلها، انما كل ما بيجي يتجادل مع حد او بيتكلم مع حد شايف ان هو اللي صح، بس شايف ان ما فيش حد هنا غيره هو اللي صح، شايف ان ما فيش حد هنا بيعمل حاجه غيره هو. فشايف ان يعني عايز يطلع نفسه هو محور الكون، عايز يطلع نفسه هنا ان هو الاساسي، عايز ان هو يعمل الغلطه، وعايز اللي حواليه هم اللي يصلحوه، هم اللي يطبطبوا عليه، هم اللي يحلوا له مشاكله، ان هو هنا يكبر دماغه من كل حاجه. المهم ان هو عارف كل ده ومعترف بيه، وفي نفس الوقت ما بيغيرش من نفسه. طيب خلينا نشوف الابراج اللي معانا. عندي برج السرطان والحوت والعقرب، الثور، العذراء، الجدي، الجوزاء، الدلو، الميزان. خلينا نشوف طاقتك انت يا صاحب القراءه. طب شايفاك محتار يا صاحب القراءة، محتار ما بين شخصين، محتار ما بين قرارين، ومش عارف تاخد قرار. شايف ان انت يا عايز يا تمشي يا ابيض يا اسود، مش عايز الوان في حياتك، زهقت، مليت. حاسس ان اخر موقف حصل ما بينك وما بين الشخص ده مأثر فيك قوي. حاول تدي فرص، تحاول تبدأ بدايات جديدة، بس حاسس ان انت بتكتشف الشخص ده من اول وجديد، كأنك لسه بتتعرف عليه، كأنك لسه يعني بتعرفه من اول وجديد. حاسس ان هو شخصية جديدة عليك، شخصية غريبة، كل شوية بحال، كل شوية بطريقة، كل شوية باسلوب، ما تعرفش هو عايز ايه بالظبط. تحس ان هو مزاجي، تحس ان هو هوائي، تحس ان هو حزين، بتحس ان هو بيحبك لا مش بيحبك، فبدأ يحيرك معاه. كأن كل شوية بتكتشف فيه حاجة جديدة تخليك ان انت محتار فيه اكتر. شايف ان انت هنا بتفكر في الذكريات اللي ما بينك وما بينه، بتفكر في الحاجات اللي عشتوها سوا، في المشاعر اللي عشتوها سوا مع بعض، التفاصيل الحلوة اللي كانت بتجمعكم، وبتحس ان انت واقف عندها، مش قادر ان انت تتخطاها، مش قادر ان انت تتجاوزها. شايف ان الشخص ده هو بالنسبة لك محور الكون، شايف ان هو مهم قوي بالنسبة لك، طول الوقت عندك حنين للي فات، طول الوقت رابط سعادتك بيه. شايفة كمان ان انت عايز تاخد قرار ما بينه وما بين طرف تاني، ممكن يكون عندك زوج، ممكن يكون عندك حد في حياتك بيعرض عليك الحب، فبتحاول ان انت تاخد قرار ومش عارف توصل للقرار ده. شايف ان الحنين والذكريات اللي بتعيشها مع الشخص ده بتخليك ان انت عايز تديله دايما فرص، بتخليك عايز ان انت تبدا معاه بدايات جديده، مع ان انت هنا شاكك في امره، شاكك ان هو مش بيحبك، شاكك ان هو هنا مش عايزك، ان هو هنا مش متعلق بيك زي ما انت متعلق بيه، شاكك ان هو هنا عنده اطراف تانية، وان هو هنا مهتم بالاطراف التانية اكتر ما مهتم بيك. حاسس ان انت مظلوم في العلاقه دي، حاسس ان انت هنا مش عارف تاخد حريتك، حاسس ان انت متقيد في العلاقه دي ومش عارف انت عايز ايه. شايف ان العلاقه دي المفروض تبقى يا ابيض يا اسود، حتى لو هو عنده طرف تعرف مصير العلاقه دي رايحه على فين، هيتزوج منك، هياخد خطوات، ولا هو هنا هينساك، هو هنا هيتجاهلك، هو هنا هيعيش حياته من غيرك. فانت بتفكر كتير قوي قوي يا صاحب القراءه، وحاسس ان انت تعبان قوي، حاسس ان انت مش عارف توصل لقرار. شايف ان القرار هنا صعب ومصيري، خايف تخسر علشانه هو ما يتمسكش بيك. اللي بيخليك تشك في كده لما بيبعد عنك، بيتعامل معاك بمعامله سيئه، او بيتجاهل وبيطلعك انت اللي غلطان، عمره ما بيطلع نفسه هو اللي غلطان. طول الوقت عايزك انت اللي غلطان، عايزك انت اللي بتعمل الغلط، انت اللي مش متمسك بالعلاقه، انت هنا اللي بتهرب، انت هنا اللي بتعمل حاجات تستفزه. المهم ان هو هنا بيوريك وش تاني منه، بيخليك تحس ان انت الله، طب ما انا ممكن اعمل كل حاجه علشانك وانت هنا ما تتمسكش في الاخر. ممكن على ابسط حاجه او يعني اتفه حاجه تعمل مشكله وتكبر الدنيا، وتطلع ان انا اللي غلطان، وتطلعني انا اللي وحش. فافرض انا سبت او اخترتك انت وانت ما عملتش حاجه علشاني، او اتلككت لي ومشيت، فانت بقيت محتار، بقيت حاسس ان الشخص ده محيرك، الشخص ده
مش عارف هو هنا عايزك ولا هو بايعك، هل هو شريك ولا لا. حاسس ان انت ما بقيتش عارف الشخص ده بجد عايز ايه، كانه هنا شخصيه غريبه، شخص مجنون، شخص متحول، شخص كل شويه بطريقه شكل باسلوب شكل معاك، لدرجه ان انت ما بقيتش عارف مشاعره الحقيقيه. كنت الاول حاسس ان هو بيحبك، بس مع الخلافات والمشاكل حسيت ان الشخصيه دي بقت شخصيه غريبه عليك، فعشان كده انت في وضع من الحيره، وضع من الاكتئاب، وضع من الزعل. شايف ان انت هنا عايز توصل لحل وعايز تعرف راسك من رجليك، بس الشخص ده مخليك ان انت هنا يعني مش عارف تعمل حاجه، مخليك ان انت واقف في مكانك، مخليك ان انت هنا مش عارف تاخد قرارات. فالموضوع ده مضايقك جدا، الموضوع ده مأثر عليك جدا، لان انت من الاشخاص الصريحه، او الاشخاص اللي هي هنا بتحب تعرف مسار حياتها رايح على فين، ما بتحبش تحس ان هي متعلقه في حاجه مش عارفه نهايتها ايه. بس انت اول مره تتعلق في حاجه كده، ولا عارف تقرب ولا عارف تمشي ولا عارف تنهي ولا عارف تكمل. حاسس ان العلاقه دي مأيداك، العلاقه دي معلقاك، حاسس ان انت في المنتصف المميت، حاسس ان انت واقف في مكانك ومش عارف هتعمل ايه. كل اللي انت حاسه ان انت بتديله فرص، عمال تدي فرص، عمال تسامح وتسامح وتسامح، وتيجي على نفسك وتبدا تقول مع لا هو يعني مضغوط، هو تعبان، هو مادياته مش افضل حاجه، لا الطرف اللي عنده، لا اهله عملوا. بتبدا ان انت تبرر وتبرر وتبرر عشان الشخص ده يبدا ان هو يتمسك، يبدا ان هو يحسسك ان هو هنا يستاهل الحب اللي انت بتديهوله. بس انت حاسس ان انت تعبت قوي، حاسس ان انت جايب اخرك قوي، حاسس ان انت مليت من طريقته، مش عارف هو عايز ايه. المشكله ان انت رابط سعادتك بيه، المشكله ان انت مش عارف تتقبل الحب من طرف تاني، حاسس ان انت موقف حياتك كلها عليه، حاسس ان انت الشخص ده هو اللي مأثر عليك ومأثر على تفكيرك، ومخليك هنا مش عارف ان انت تعمل ايه، ولا تتجاوزه، ولا ان انت تطور من حياتك دي ازاي، او تعمل ايه في العلاقه دي. عشان كده شايفاك ان انت تعبان، وان انت رابط سعادتك كلها بيه. عندي هنا برج الثور والعذراء والجدي، الحمل، القوس، الاسد، الجوزاء، الدلو، الميزان. تعالى ناخد رسائل من تفكير الشخص ده، تعالى نحطه تحت التنويم المغناطيسي ونشوف بيفكر في ايه، ولا هو عايز يقولك ايه. طب الشخص ده اول حاجه بيقولها لك ان كل حاجه ما بيننا جد معقده. يعني الشخص ده لما بيقعد يفكر مع نفسه كده وبيفكر في العلاقه دي، بيفكر ان العلاقه دي كل حاجه جد، او كل حاجه عايز يعملها فيها معقده، مش سهله. الطريق اللي ما بينك وما بينه طريق سهل، يعني هنا كل في تدخلات، في اطراف، في مشاكل، فبيحس عشان ياخد خطوه جد في العلاقه دي كل حاجه معقده، كل حاجه واقفه في مكانها، كل حاجه هنا ما بتتحركش. عشان كده دايما بيقول ان العلاقه دي معقده، والعلاقه دي مش سهله بالنسبه له. شايف ان هو ممكن يكون بيختار اطراف تانية ان هو يكمل معاهم، لان ده الطريق الاسهل، ان هو ممكن بيختار الطريق السهل، ان هنا مثلا عنده طرف تاني فهو هنا يكمل معاه، فشايف ان ده الطريق السهل بالنسبه له، لان ما عندوش استعداد ان هو يحارب، ما عندوش استعداد ان هو يعمل حاجه، ان هو شايف ان الموضوع صعب، وهو بيحب يدور على الحاجه السهله. مادياته هنا مش تمام، ممكن ينسحب من العلاقه اللي عشان ما عندوش يعني حاجه مثلا يطور بيها مادياته، اهله متدخلين مش عايز يقف قدامهم او يعمل مشاكل، فبيختار دايما الطريق السهل. عشان كده حتى بيقول لك بختار ان انا ابقى مع طرف تاني او مع شخص اخر، لان ده بيبقى سهل في التعامل عليا في الوقت الحالي، لان انا مش مستعد، وان كل حاجه ما بيني وما بينك شايفها ان هي متعقده. بيقول لك كمان ان هو بيمر بوقت عصيب. لو انت شايف ان الحاجات دي هي سهله بالنسبه له، والحاجات دي هو كده متقبلها، لا ده الحاجه دي لان هو بيمر بطاقه من الوقت السيء، ان هو هنا في طاقه سيئه، هو مش مبسوط باحواله دي، هو عايز يتشافى من مشاكله، عايز يتشافى من اوضاعه، عايز يتشافى من كل الاحوال دي عشان يبقى الشخص اللي انت تستحقه. بس هو هنا خطواته بطيئه، خطواته مش سريعه، شايف ان هو محتاج وقت، محتاج مجهود، محتاج ان هو يحل مشاكله دي على مهله، محتاج ان هو ما يتحطش تحت ضغط عصبي، لان هو اصلا مضغوط، ولما بيفكر بيحس ان هو بيتضغط اكتر. عشان كده بياخد وقت، وان هو محتاج وقت ان هو يطلع من المشاكل دي، وان هو يتشافى من اوضاعه دي عشان يقدر يفكر هيعمل ايه في العلاقه وهيطور منها ازاي. بيقولك ان هو هنا متورط مع شخص تاني، فهنا ممكن يكون بيخبي حبه عن الناس كلها ومخلي الحب ده في السر، لان البعض منكم هنا بيقول له يعني انت ما بتعترفش ليه بحبنا، انت ليه هنا ما بتقولش. في ناس عارفه ان هو عنده شخص،
وفي ناس هنا ما تعرفش ان هو ممكن عنده شخص من الماضي، عنده مشاكل مع اطراف من الماضي، فهو متورط معاهم، عشان كده مش عارف ان هو يعترف بالحب ده قدام الناس كلها. فبيقول لك ان هو هنا متورط مع شخص اخر، لهذا السبب ابقي حبي لك سرا، لان شايف ان هو لسه مش مستعد يعلن الحب ده غير لما يشوف هيعمل ايه مع الطرف اللي عنده ده، هيعمل ايه في الاوضاع اللي هو بيمر بيها دي. هو نفسه يعترف للناس كلها ان هو بيحبك، ان هو عايزك، بس لولا الاطراف المتدخله او الطرف اللي في حياته او المشاكل اللي عنده كان اعترف من زمان بالحب ده، عشان كده هو مخليه في السر دلوقتي. بيقولك هو عارف ان انت بتتدمر لما بتعرف ان انا عندي علاقة تانية غيرك، او ان انت عارف ان انا مع طرف تاني غيرك، بس انا مش عارف انت هتستناني ولا لا. انا عارف ان انت هنا تعبان ومتدمر وموجوع، بس صدقني انا حاسس بيك. انا عارف ان انت عندك صراع شديد ما بينك ومن نفسك، وممكن تزهق وتمشي، ممكن تمل من العلاقة دي، بس هو بيأكد لك هنا ان هو حاسس بيك، حاسس ان انت موجوع بسببه، حاسس ان انت بتتضايق عشان وجود الطرف التاني او وجود المشاكل اللي عنده. فهو خايف ان انت تزهق من كتر تصرفاته دي او من غيرتك عليه، فان انت ترحل من العلاقه وتمل. فكل الكلام ده هو بيأكده لك، وبيأكد لك ان هو حاسس بكل حاجه. بيقول لك كمان ان هو زمان عمل مشاكل كتير قوي، الشخص ده كان عنده مشاكل كتير قوي في الماضي وحاول ان هو يصلحها، بس هنا يعني بيحاول دلوقتي ان هي ما تأثرش على العلاقه اللي ما بينك وما بينه. هو هنا بيعترف لك بالحاجه دي عشان ما يبينلكش ان انت هنا لما دخلت حياته انت اللي بوظتها له، لا، بيعرفك ان هو طول عمره عنده مشاكل، طول عمره حياته مش افضل حاجه، طول عمره هنا حياته متدهوره. فلما انت دخلت حياته هو فعلا عنده مشاكل، هو بالفعل برضو كان عنده نفس الاوضاع دي وكان لسه بيحل فيها. فما عشان كده بيقولك ما تاخدش المشاكل اللي عندي بشكل خصوصي او ان انت اللي السبب فيها. انا طول عمري عندي مشاكل، طول عمري عملت اخطاء في الماضي فبتحاسب عليها لحد دلوقتي، عشان كده لسه بحاول ان انا اصلحها. فبيقولك ما تاخدش المواضيع دي عليك انت بالاخص وتقول لا انا من ساعه ما دخلت حياته انا اللي بوظتها له، انا اللي خليت حياته اتكعبلت، لا. فبيقول لك لا، خليك مطمن، مش انت السبب، انا اللي حياتي من الاساس هي اللي بايظه. بيقول لك ان هو كان نفسه يبقى شجاع، ان هو يعبر لك عن حبه وعن مشاعره، ان هو يتمسك بيك، ان هو هنا حتى لو ابتعد عنك يقول لك ان هو لسه بيحبك، ان هو لسه عايزك، ان هو عايزك في حياته تاني. نفسه ان هو يمتلك الشجاعه دي ويعبر لك عن كل احساس ويبين لك ضعفه اتجاهك، لان هو ما بيحبش يبين ضعفه اتجاه حد، بيحب دايما يبين ان هو مصدر القوه، ان هو ما فيش حاجه تفرق معاه، بس هو من جواه هو هنا عايز يبقى شجاع ويقول لك لا، ان انت نقطه ضعفه، ان هو بيحبك بجد، ان هو متعلق بيك بجد، ان هو بيتمناك تبقى في حياته للابد وعايزك تفضل جنبه على طول. بيقول لك كمان ما تقللش من حبه، يعني الشخص ده لما بيقعد مع نفسه بيقول ان هو هنا شايف ان انت هنا ممكن تكون بتقلل من حبه ليك، وشايف ان هو ما بيظهرلكش، او ان هو هنا بيديك حب اقل من اللي انت تستحقه. بيأكد هنا ان هو بيحبك بجد، ان هو عايزك بجد، انه هنا جواه حب حقيقي اتجاهك، وان انت هنا يعني مش حاسس بالحب ده. ممكن يكون هو مش بيظهر ليك الحب ده، ممكن بيديك اقل من اللي انت تستحقه، بس هو بيأكد لك ان انت حبه الاول والاخير، حتى لو عنده اطراف تانية او هو حتى بعيد عنك هو بيحبك وشايف ان انت حبه الحقيقي. بيقولك ان هو مشتاق قوي ان هو يمسك ايديك مره تانية، ان هو يبقى معاك مره تانية، لان شايف المره دي لو قرب منك تاني وجات له فرصه في العلاقه دي ان هو هيتمسك بيك، ان هو مش هيتخلى عنك، ان هو مش هيبعد عنك تاني، لان شايف ان هو هنا ممكن يكون تخلى عنك بسهوله، ممكن يكون بعد عنك، عمل مشاكل، فهو ندمان عليها ندم شديد. عشان كده مشتاق لكل التفاصيل اللي كانت بتجمع ما بينك وما بينه، مشتاق ان هو يكمل حياته معاك، مشتاق ان هو ياخد فرصه في العلاقه دي. بيقولك ان هو هنا مش يعني ممكن يكون مش بيعرف يعبر عن مشاعره، ممكن يكون هنا ما بيعرفش يقول حاجه، يعني ما بيعرفش يعمل حاجه، بس كل اللي هو عارفه ان هو هنا بيحبك بجد، ان هو عايزك بجد. ممكن يكون ما بيعرفش يقولك الاحاسيس اللي هو حاسسها، بس هو هنا بيتمنى ان انت لو تقدر تفتح قلبه وتشوف الحب اللي جواه، قد ايه ان هو بيحبك، قد ايه ان هو عايزك، قد ايه ان هو متعلق بيك، قد ايه ان هو بيشتاق لك، قد ايه ان هو محتاجك ومحتاج ان انت تبقى معاه. فعشان كده بيقول لك انظر، لو فتحت قلبي وبصيت فيه هتشوف كل الحب، حتى لو انا بديك النص او ما بدكش المشاعر اللي انت تستحقها. فهو هنا بيقول لك ان هو ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، فعشان كده كان بيتمنى ان انت تشوف الحب الحقيقي اللي هو
جوه قلبه. للمنفصلين هنا بيقول لك سوف نجد بعضنا مرة أخرى، سوف أجدك دائما. يعني عايزك تكون مطمن إن هو مهما بعد عنك، مهما راح، مهما غاب، هو كده كده العلاقة دي راجعة تاني، العلاقة دي فيها تواصل تاني، فيها بدايات جديدة مرة تانية. إن هو هنا مش هيقدر إن هو يتخطاك ولا يكمل في حياته من غيرك. فبيقول لك إن مهما حصل ما بيننا إن إحنا هنجد بعض دائما، هنبقى مع بعض سوا طول الوقت، هنبقى مع بعض، مفيش حاجة هتبعدنا عن بعض. طب هو كمان بيقول لك اريد ان اكون معك لكن لست قادر على ترك موقف الكارما دخل فيه. يعني الشخص ده عنده هنا موقف من الماضي، زي ما احنا شفنا من شويه ان هو هنا بيقول ان هو عنده مواقف من الماضي، عنده مشاكل من الماضي وهو بيحاول يحلها. يعني مش انت السبب في الاوضاع اللي هو فيها. فبيقول لك دي كارما، الوضاع اللي هو فيها دي كلها واللي بيحصل فيه دلوقتي ده كارما بسبب اللي عمله زمان، عمل حاجات وحشه، عمل حاجات مش كويسه، فعشان كده حاسس ان دي كارما وبتلحقه، دي حاجه بتلحقه بتجري وراه وبتروح لحد عنده. عشان كده بيقولك ان هو مش قادر يسيب الموقف ده، كأن الموقف ده هو اللي بيجري وراه، كأن الموقف ده هو اللي عايز ان هو يبقى فيه. فعشان كده شايف ان كل اللي بيحصل في حياته ده بسبب المواقف السيئة والحاجات القديمة اللي عملها في حياته، فعشان كده بتجري وراه طول الوقت. عشان كده بيقولك هو مش عارف يبقى معاه غير لما يتخلص من موقف الكارما ده نهائي عشان يقدر يبقى معاه. بيقولك ان هو لما بيتكلم مع حد من صحابه او من الناس اللي حواليه المقربين ليه، بيقولوا له امشي من العلاقه دي، ما سيب الشخص ده في حاله، سيب الشخص ده يكمل طالما انت مش هتقدر تطور من العلاقه دي. بيقولك ان هو هنا لما بيفكر بيحس ان هو مش قادر، بيحس ان هو مش مستحمل فكره ان هو يبتعد عنك، مش متحمل ان هو يسيبك، لانه شايف ان هو متعلق بيك، مع ان كل اللي حواليه بينصحوه ان هو ينهي العلاقه دي وان هو يسيبك لحال سبيلك ان انت تكمل، لان شايف هنا ان هو مش هيقدر يقدم لك حاجه او يعمل حاجه في العلاقه دي. بس هو ما بيقدرش يسمع للكلام ده، بيحس ان هو واقف عندك، بيحس ان هو هنا مش قادر يتخطاك، بيحس ان انت فارق معاه، ان انت مميز جدا بالنسبه له، بيحس ان وجودك هنا شيء مهم جدا جدا جدا. فعشان كده شايف ان هو ما بيسمع لهمش، بيحس لا ان هو عايز العلاقه دي ومتمسك بيها. بيقولك ان هو نفسه يتكلم معاك من جديد، نفسه يصلح الامور اللي ما بينه وما بينك، خايف ان انت ترفضه، خايف ان انت هنا ما تقبلهوش، خايف ان انت تشوفه انسان سيء، انسان سلبي. شايف ان هو نفسه ان هو يحصل ما بينك وما بينه كلام، يحصل ما بينك وما بينه تواصل، نفسه ان هو يرجع هنا يقولك ان هو بيحبك، ان هو عايزك، بس انت ممكن تكون رافض خلاص، ان انت تكون قافل بابك. وهو هنا ما بيحبش يجرح كرامته، ما بيحبش يجرح كبريائه. يعني يبقى غلطان وعارف ان هو غلطان بس عايزك ان انت اللي تصالحه، يبقى غلطان وعارف ان هو غلطان يبقى خايف ان هو يجي ويعتذر لك، مش عايز يعترف باللي هو بالخطأ اللي هو عمله. عشان كده بيقولك ان هو كل ما بيجي ان هو يبقى نفسه يكلمك بيتردد تاني، بيخاف من ردة فعلك، ان انت ترفضه او ان انت تضايقه باسلوبك او بكلامك، او ان هو هنا يقدم اعتذار وانت هنا تجرحه. عشان كده بيتردد طول الوقت في التواصل معاك. طيب عايز يختم رسالته او يختم كلامه بايه؟ ان هو بيقول لك انك لا تعرف ما تملكه الا حين تفقده، الحقيقه اني عرفت دائما ما كنت املكه لكن ظننت اني لم افقده ابدا، انا اسف لاني خربت كل شيء. يعني الشخص ده بيقول لك ان هو كان عارف قيمتك من البدايه، كان عارف ان انت مميز عنده، ان انت هنا حاجه فارقه معاه، بس هو هنا كان فاكر ان هو لما يفقدك ممكن يتخطاك، ممكن ان هو يقدر يكمل من غيرك. لما فقدك وحصل مشاكل ما بينك وما بينه حس بقيمتك، حس ان انت مميز عنده، حس ان هو هنا بيتأسف لك وان هو ندمان وغلطان ان هو خرب كل شيء، كأن حس ان انت جوهرة ثمينة وان هو مش قادر يعيش من غيرك. فعرف قيمتك في البعد ده، عرف قيمتك في المشاكل دي، اتأكد ان انت مهم قوي عنده اكتر. هو كان عارف ومتأكد بس اتأكد اكتر، حس ان ليك هنا اهمية كبيرة في حياته. عشان كده هو بيقولك ان هو اسف ان هو خرب كل شيء ما بينك وما بينه، وان هو اللي بيعمل المشاكل، فدلوقتي عايز يعتذر اليك، عايز يقولك ان هو عرف قيمتك، عرف ان انت مهم، ان انت مميز، ان وجودك في حياته بيديله طاقة ايجابية، ان وجودك في حياته بيفرق معاه، ان وجودك في حياته بيحسسه ان هو مهم وان هو ليه لازمة في الحياة. فعشان كده بيتأسف لك ان هو لو خرب كل شيء، او ان هو اتسرع في قراراته، او ان هو اخطأ في حقك، او ان هو عمل معاك مشاكل، ايا كان اللي عمله معاك هو بيتأسف لك عليه.
عندي برج الثور والعذراء والجدي، الحمل، القوس، الاسد، الجوزاء، الدلو، الميزان، السرطان، الحوت، العقرب. خلصنا القراءه بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي في التعليقات، واكتب لي ان انت قابلت البشرة بتاعه الصلح للناس المنفصلين والرجوع مره تانية، واكتب لي في التعليقات يا رب كتير جدا جدا وان انت قابلت البشرة دي. اهلا باصحاب المجموعه التانية اللي اختاروا معايا الحجر ده. اول حروف ج ص م ل ق و ه ع ل ا غ س ح ذ خ. اول حرف او تاني حرف او الحرف الاخير من اسم الحبيب الاصلي. طاقه اي فيديو على القناه طاقه زمنيه مفتوحه، تقدروا تسمعوه في اي توقيت حابينه. القراءه هنا للجنسين، والقراءه هنا عامه، بتاخد منها اللي يناسبك واللي مش بيناسبك بيناسب غيرك. هنا نكشف عن الطاقات. طب شايفه في طاقه الشخص اللي في بالك دلوقتي ان هو هنا بيفكر فيك كتير جدا، حاسس ان هو بيتشافى بيك. الشخص ده ما كانش عنده ثقه في حد، الشخص ده ما بيديش الثقه لحد بسهوله، الشخص ده متردد طول الوقت، منفعل طول الوقت، بيفكر طول الوقت في العلاقه اللي ما بينك وما بينه، وشايف ان هو انسان هنا ما بيديش الثقه لحد طول الوقت. هنا يعني بيتعامل مع الناس بطريقه كده ان هو لا ما اديش الثقه، ان الناس كلها مؤذيه، الناس كلها وحشه. الشخص ده عامل مسافات ما بينه وما بين الناس اللي حواليه. ممكن يبان ان هو منطلق وان هو عادي وبيتعامل عادي، بس من جواه بيحط مسافات، بيحط حدود ما بينه وما بين الناس، حتى معاك انت. ليه؟ لان الشخص ده اتوجع قبل كده، اتألم قبل كده، كان بيحكي اسراره، بيحكي حياته، بيتكلم بتلقائيه، والناس اللي حواليه استغلوا طريقه كلامه، استغلوا طريقته، استغلوا تلقائيته دي، وبداوا ان هم يعايروه بالكلام اللي بيقوله، يمسكوا عليه زلل، يبداوا ان هو يستفزوه، يبداوا ان هم يحرقوا دمه. فبدا هنا ان هو هنا يحس ان هو هنا اتخدع في الناس، ان هو دخل هنا في معامله سيئه من الناس اللي حواليه، فبدا ان هو يتعامل معاهم بايه؟ بحرص، فبدا يعمل مسافات. ممكن يكون عنده علاقات قبل كده دخل فيها وفشل، عشان كده شايف ان هو كمان في الحب بيخاف جدا جدا يندفع في مشاعره، يرجع يندم. فشايفه ان الشخص ده فاقد الثقه في جميع من حوله، فحاسس ان هو هنا ما بيديش الثقه لحد بسهوله. شايفه ان الشخص ده بيحاول دلوقتي يستعيد الثقه معاك مره تانية، فشايف ان هو واحده واحده عايز يستعيد الثقه معاك مره تانية، لان في الاول كان داخل العلاقه دي للتسليه، العلاقه دي لتضييع الوقت. فجاه لقى نفسه متعلق بيك تعلق شديد، حاسس ان انت بتشفيه من وجعه، حاسس ان انت بتشفيه من المه، حاسس ان انت هنا بتطلعه من طاقه الالم اللي هو فيها، الوجع اللي هو فيها، عدم الثقه، الخذلان اللي هو اتخذله من جميع من حوله. الشخص ده بيبان قوي، بيبان مسيطر، بيبان متماسك، بس هو عارف ان هو ضعيف جدا جدا من جواه، عارف ان هو هنا اتغير للأسوأ. كان الاول شخصيته عكس كده، كان الشخص الطيب، الشخص المسالم، الشخص اللي بيدي مشاعر بدون مقابل. دلوقتي حاسس ان هو بقى انسان سيء، انسان مستهتر، انسان هنا بيجرح، انسان بيقول كلام سيء، انسان ما بيتحملش مسؤولية حاجة. فده نتيجة الاوضاع اللي هو اتحط فيها. اللي هي ايه الاوضاع اللي هو اتحط فيها؟ اللي هو الخذلان اللي هو تعرض له. عشان كده لما شافك حس ان انت هنا بتجدد له، انت هنا بتديله امل، بتديله هنا طاقه ايجابيه، بدات تحسسه ان في حب حقيقي، في ناس تستاهل ان هو يحبهم بجد، ناس تستاهل ان هو يديهم فرصه بجد. حس كمان ان هو كان هنا بيدور على الشهوه، الشغف الجسدي، ما كانش بيدور على الحب والمشاعر الحقيقيه. لما عرفك انت حس ان هو بيحب قوي، ان هو متعلق بيك تعلق شديد، ان هو مش عايز منك الشهوه على قد ما عايز ان هو يبقى معاك، على قد ما عايز ان هو يتقرب منك. حاسس ان الشهوه هنا ليها طعم تاني. يعني ايه ليها طعم تاني؟ يعني الشهوه هنا عايزها عشان عنده رغبه فيك، عشان بيحبك بجد، عشان محتاج لك بجد. نتيجه الحب اللي هو حبهولك هنا بقى ولد عنده شهوه جسديه، ولد عنده غيره عليك، ولد عنده هنا حاجه ان هو عايز ان هو يبقى معاك، احساس ان هو عايز يتقرب منك، احساس ان هو عايز يتحمل مسؤوليه العلاقه دي. طبعا الاحاسيس دي بدا يحسها مع الوقت
لدرجه ان هو بدا يتهرب منها، لان هنا شايفه شخص بيتهرب، شخص هنا مش عايز يتاكد من مشاعره دي، او يتاكد ان هو حاسس الاحاسيس دي بحقيقه. ليه؟ لانه خايف ان هو ينخذل تاني، خايف ان هو يتوجع تاني، عشان كده بيحاول يسيطر على نفسه، بيحاول يسيطر على يعني على مشاعره، بيحاول يبين مشاعر القوه، بيحاول يبين ان هو هنا مستقوي، يبين هنا ان هو بايع القضيه، ان هو مش فارق معاه حاجه، بس هو من جواه شايف ان هو بيحبك، وبيحبك حب حقيقي وحب صادق. خلينا نشوف طاقتك انت يا صاحب القراءه. عندي برج الثور والعذراء والجدي، الحمل، القوس، الاسد، جوزاء، ميزان. للبعض منكم شايفه ان انتم كنتوا ازواج وانفصلتوا، والبعض التاني علاقات حب. في ناس هنا دخلوا مع بعض في علاقات جسديه، لان هنا في تواصل جسدي شديد ما بينك وما بينه. شايفه هنا ان انت يا صاحب القراءه متعلق بالشخص ده قوي، شايف ان هو نصك التاني، شايف ان هو حبيبك، شايف ان انت هنا بتكمله، شايف ان هنا لما بترحل من العلاقه او هو بيمشي من العلاقه بتحس ان في حاجه كبيره مفتقده، في حاجه كبيره ناقصه في حياتك، بتحس ان انت رابط حياتك كلها بالشخص ده، كأن الشخص ده محور الكون بالنسبه لك. شايفاك هنا يا صاحب القراءه متعلق بيه تعلق شديد، بس عارف ان هو ممكن يكون بخيل، بخيل في مشاعره، بخيل في مادياته، بخيل في الاعتراف بالاحاسيس اللي هو حاسسها، بس انت هنا شايف ان انت متعلق بيه، شايف ان انت عندك رغبه فيه، عندك مشاعر اتجاهه، شايف ان انت هنا عندك مشاعر ان انت عايز تكمل حياتك معاه، شايف ان هو هنا الشخص اللي انت بتتمناه، الشخص اللي انت بتحبه وبتحبه بجد. حاسس ان انت لما بتمشي من العلاقه او هو بيرحل من العلاقه اللي انت بتبقى مفتقد حاجه مهمه جدا، مفتقد احساس حلو قوي بتحسه معاه، مفتقد كده الامان، بتبقى مفتقد الشغف في كل حاجه، بتبقى هنا كاره حياتك، كاره الدنيا، بتبقى عايز تنتحر، عايز ان انت هنا تقعد مع نفسك، عايز تكتئب، لان بتحس ان انت رابط سعادتك بيه. فلما بيرحل الشخص ده او بتفكر هنا ان هو هيسيبك او ان هو يبقى مع طرف تاني، لان البعض منكم ممكن يكون عنده طرف تاني في حياته غيرك، بتحس هنا باليأس، بتحس بالضعف، بتحس بالندم، بتحس ان انت موجوع قوي، متألم قوي، حاسس ان الشخص ده ملك ليك، حاسس ان هو بتاعك انت، حاسس ان مفيش حد تاني يستحقه غيرك انت، عشان كده عندك شغف اتجاهه رهيب، عندك لهفة عليه، حاسس ان انت طول الوقت بتفكر فيه بإثارة جسدية، طول الوقت عندك حنين ليه، طول الوقت عايز ان انت تقربه منك، عايز تبقى معاه في علاقة، فطول الوقت حاسس ان انت مشتاق له اشتياق شديد جدا جدا جدا. شايفة كمان هنا ان انت بتحاول ان انت تثير غضبه او تثير غيرته، او ان انت تحسسه ان انت جذاب، ان انت مثير، ان انت حواليك ناس تتمناك، ناس عندهم رغبة فيك، فعشان كده بتحاول تثير غضبه هنا، بتحاول تثير غيرته هنا، بتحاول تحسسه ان انت جميل ومميز، بتحاول ان انت يعني تحسسه ان انت شايف نفسك بالزيادة، عشان هنا تخليه ان هو يطلع من طاقة الصمت اللي هو فيها ويعبر عن مشاعره، او يبين لك مشاعره، او ان هو هنا يتكلم، لان الشخص ده ممكن يكون كلامه قليل، ممكن يكون بيبتعد عنك، فعشان تجذبه ليك مرة تانية وتحسسه ان انت عايش حياتك عشان يتواصل معاك تاني، فبتحاول توريله ان انت جميل ومميز وان انت مهتم بكل تفاصيلك. شايفاك بتتمنى الزواج من الشخص ده، شايفاك بتتمنى ان انت تكمل حياتك معاه، عايز استقرار في العلاقة دي، عايز ان انت تبقى معاه في العلاقة دي، شايف ان انت رابط كل حياتك بالشخص ده، شايف ان انت مش عارف تدي فرصة لحد تاني، لان انت شايف ان الحب اللي ما بينك وما بينه حب كبير، وصعبان عليك ان الحب ده يضيع. انت واقف عند الذكريات اللي ما بينك وما بينه، واقف عند المشاعر اللي ما بينك وما بينه، شايف ان الحب ده خسارة ان هو يروح في المشاكل، خسارة انه يروح في وسط الزحام، شايف ان هو هنا في ذكريات حلوة، في مشاعر حلوة، عشان كده شايف ان الحب ده بالنسبة لك مهم جدا، فشايفاك حزين قوي على الحب ده، حزين قوي على اللي حصل في العلاقة دي، شايف ان انت متضايق قوي، نفسك في استقرار تاني في العلاقة دي، نفسك في بدايات جديدة في العلاقة دي، من كتر ما انت متعلق بالشخص ده حاسس ان هو بيسحلك، حاسس ان هو بيعمل لك اعمال. البعض منكم هنا بيعمل تخاطر للشخص ده، والتخاطر هنا ناجح جدا جدا، لان بيجيب نتيجة مع الشخص ده، وبيخليه ان هو يفكر فيك بطريقة قوية جدا، بيخليه ان هو بينجذب اليك قوي، فعشان كده شايفة التخاطر هنا ناجح جدا يا اصحاب المجموعة التانية. عندي هنا برج الثور والعذراء والجدي، الجوزاء، الدلو، الميزان، الحوت، العقرب، الاسد. شايفه هنا كمان في طاقتكم ان انتم منفعلين قوي في طاقه من الاكتئاب، حاولوا تخرجوا منها يا اصحاب المجموعه الثانيه. طيب خلينا نشوف هنا الشخص ده عايز يقول لك ايه، وهو تحت التنويم المغناطيسي عايز يقول لك ايه.
طيب الشخص ده بيقول لك كنت ابحث عنك على وسائل التواصل الاجتماعي لاعرف فقط اذا كنت بخير، والان لازلت ابحث عنك في الخارج. يعني الشخص ده عايز يقول لك ان هو بيبحث عنك في كل مكان، عايز يبحث عنك في وسائل التواصل الاجتماعي، يبحث عنك هنا يعني عن الناس اللي هو يعرفهم. يعني الشخص ده بيعرفك بمعنى اصح ان هو هنا بيراقبك طول الوقت، ان هو عينه عليك طول الوقت، حتى لو عامل لك بلوكات بيدخل يتابعك من اكونتات فيك، بيحاول ان هو يعرف تفاصيل عنك، بيحاول ان هو يعرف انت بتعمل ايه. لو هو هنا ما عندوش يعني حد، يعني ما عندوش حاجه يتواصل بيها عن اللي هو في النت على السوشيال ميديا، بيبدا ان هو هنا يسال الناس اللي حواليك اللي هو يعرفهم عنك. بيقول لك كل ما بيننا جد معقد، يعني كل حاجه ما بينك وما بينه في العلاقه دي جد بيلاقيها ان هي متعقده، بيلاقيها ان هي صعبه، صعب ان هو يحققها، صعب ان هو يعملها. فبيقول لك كل ما بيننا جد معقد. بيقول لك كمان الشخص ده ايه، يعني يقول لك ان هو هنا عايز ياخد خطوات اتجاه العلاقه دي، بس شايف ان العلاقه دي صعبه، العلاقه دي مش سهله. بيقول لك ان عائلتي واصدقائي لا يوافقون على علاقتنا، لا يتفهمون ذلك الاتصال، اعرف ان علي الوقوف لذلك الحب. يعني بيقول لك هنا ان هو لما بيتكلم مع عائلته او اصدقائه او الناس المقربين ليه، هم مش موافقين على العلاقه دي، شايفين العلاقه دي ما تنفعش، هم مش عارفين ان هو بيحبك وبيحبك قوي، وان هو لازم هنا دلوقتي ان هو يقف قدامهم ويحاربهم عشان يحافظ على الحب ده، عشان الحب ده يكمل. فهنا بيأكد لك ان هو على استعداد ان هو يعمل اي حاجه، وان هو مش هيقتنع بكلام اي حد، وان هو هيقف ويتحدى اي حد عشان العلاقه دي تكمل. بيقول لك كمان ان هو عنده قلق من الانفصال اللي حصل في العلاقه دي، خايف ان هو يطول، خايف ان هو ما يرجعش العلاقه دي مره تانية كما كانت، خايف ان انت تكمل طريقك وتسيبه. فشايف ان هو هنا خايف ان هو يخسرك، خايف ان هو هنا ما يرجعلكش تاني، فهو خايف ان هو هنا العلاقه دي تنتهي. عشان كده هو بيمر بطاقه من الارتباك، طاقه من الخوف، طاقه من القلق، بس هو لسه مش مستعد ان هو يرجع دلوقتي او يحل المشاكل اللي ما بينك وما بينه الا لما يشوف حل في العلاقه دي ويشوف هيعمل ايه فيها الاول. بيقول لك كمان ان هو بينهي الامر مع شخص اخر عشان يبقى معاك انت وبس. يعني هنا لو عنده هنا علاقه تانية غيرك، هو بينهي الامر مع الشخص ده عشان يبقى معاك، او هنا لو عنده مشاكل مع اهله او الناس المحيطه بيه، فهو هنا بيحاول ينهي الامور معاهم ويحل المشاكل دي عشان يبقى معاك انت وبس. بيقول لك اتظاهر اني سعيد وانا مش معاك، ان انا سعيد ومبسوط وانا مش معاك، بس صدقني انا حزين جدا، انا قلبي محطم جدا جدا، وان انا بحبك جدا ومحتاجك جدا. فما تصدقش اي حاجه من اللي بتحصل او بتشوفها على السوشيال ميديا، كل اللي بعمله ده تظاهر، انما انا من جوايا محطم جدا بسبب البعد اللي ما بيني وما بينك. خلينا نشوف عايز يقول لك ايه تاني. طب يقول لك اعرف اننا لازلنا متصلين لاني اشعر بك حين تكون حزينا او متألما او غاضبا، ارجوك حاول تفكر بطاقة ايجابية حتى يمكنني ان اتفائل بمستقبلنا. يعني الشخص ده بيقول لك ان هو بيشعر بيك وانتم منفصلين، يعني هو حاسس بيك وانت دلوقتي متألم وانت موجوع وانت هنا غاضب وانت حزين، وحاسس بيك في كل طاقاتك. فبيقول لك هنا فكر بطاقة ايجابية عشان انا كمان افكر بطاقة ايجابية، لان احساسك هنا واصلني. خليك فكر بطاقة ايجابية عشان انا احس ان حياتنا دي ممكن تتطور، ان احاسيسنا دي ممكن تتطور. عشان كده هو بيطلب منك شوف العلاقة دي بنظرة ايجابية عشان احساسك هنا بيوصل له. بيقول لك ان هو بيتمنى ان هو ياخدك ويهرب معاك في المكان اللي بعيد، بعيد عن كل الدراما دي، بعيد عن كل المشاكل، بعيد عن كل الحوارات. عايز يبدأ معاك بدايات جديدة تكون انت وبس اللي فيها، بعيد عن كل الحوارات اللي حاصلة دي، لانه شايف ان وجودك فارق معاه ووجودك مهم جدا بالنسبة له. بيقول لك لم تكن سهلة هذه الرحلة لكن كانت تستحق، ولست نادما على أي لحظة منها. يعني الحب اللي ما بينك وما بينه والعلاقة دي مش سهلة، بس شايف ان هو هنا انت تستحق، شايف ان هو مش ندمان على اي لحظة عاشها معاك، مش ندمان ان هو عرفك، مش ندمان ان هو كان معاك. شايف ان الحب ده دلوقتي مخليه متألم، مخليه موجوع، مخليه هنا مش في احسن حالاته، بس هو مش ندمان على الحب ده تاني، يعني مش ندمان عليه. شايف ان هو لو قابلك تاني هيحبك تاني، هيدخل معاك في العلاقة دي تاني، فهو مش ندمان على العلاقة دي. كل اللي مزعله دلوقتي ان الحب ده وجعه، مخليه ان هو متألم. بيقول لك ان هو هنا نفسه ان هو يشوفك سعيد، نفسه يشوفك مبسوط، نفسه ان هو يشوفك مع حد تاني يديك افضل منه، بس هو هنا مش قادر يسيبك لحد تاني.
فعشان كده حتى لما بيقولك ان هو هنا بيسيبك ان انت تتواصل في حياتك او تكمل في حياتك، هو بيبقى مش مستعد للنقطه دي، بيقول كلام من ورا قلبه. هو عايز ان هو يبقى معاك، بس هو خايف ان انت ما تستناهوش، خايف ان انت هنا تمشي وتسيب العلاقه دي. فهنا هو عايز يبقى مستعد وعايز يطور من العلاقه دي ويقف لاي عقبات او يتحدى اي عقبات عشان العلاقه دي تكمل، لان شايف ان العلاقه دي مهمه جدا جدا بالنسبه له. خلينا نشوف عايز يقولك ايه كمان. يقولون إنك لا تعرف ما تملكه إلا حين تفقده. الحقيقة إني عرفت دائما ما كنت أملكه، لكن ظننت إني لم أفقده أبدا. أنا آسف لإني خربت كل شيء. يعني الشخص ده بيقولك إن هو كان عارف قيمتك من البداية وعارف إن أنت مهمة قوي عنده، بس هو خرب كل حاجة. هو اللي هو اتسرع، هو اللي ما كانش مسيطر، هو اللي ما كانش ماسك، يعني ماسك فيك بقوة. فشايف إن هو هنا بيتأسف لك قوي، فهنا بيعترف لك إن هو عرف قيمتك دلوقتي وإن أنت مميز عنده وإن أنت مهمة قوي قوي في حياته. بيقول لك كمان في الماضي ناس اخرون استغلوني واذوني، لهذا انا حذر الان واحتفظ بمسافتي. يعني انت ممكن تشوف ان هو انسان صامت او انسان سيء، فهو بيقول لك ان هو في ناس وجعته وناس المته، فعشان كده طول الوقت يعني طول الوقت بيحاول يعمل مسافه، بيحاول ان هو ما يعبرش عن مشاعره بسهوله، تحس ان هو متماسك كده. ليه؟ لان شايف ان هو اتاذى قبل كده، اتوجع قبل كده، فبيخاف، فبيحط مسافات ما بينه وما بين اي حد بيدخل في حياته. تعال نشوف الشخص ده عايز يقولك ايه تاني. بيقولك انا عائد اليك عندما اكون مستعد لاعطيك الحب الذي تستحقه. فاحنا هنختم النهارده بالرساله دي، لان هنا بيقولك ان هو راجع ليك تاني، ان هو هيتواصل معاك تاني عشان يديك الحب اللي انت تستحقه. فهنا للمنفصلين الشخص ده راجع تاني، للناس اللي ما بينهم مشاكل الشخص ده هيتخطى اي عقبات وهيرجع يقدم لك اعتذار. عندي برج الثور والعذراء والجدي، الحمل، القوس، الاسد، الجوزاء، الدلو، الميزان، السرطان، الحوت، العقرب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، وعايزاكم تقبلوا البشرة هنا وتكتبوا لي في التعليقات يا رزاق كتير جدا وان انتم قبلتم البشرة.